السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم النهاردة الكنافة وهتطلع نتيجتها هايلة جدا زي المحترفين بالظبط. رغم ان طريقة بسيطة وسهلة، هتلاقي نفسك لو حتى أول مرة بتعمليها هتكون مميزة بإذن الله. تعالوا النهاردة نعمل أسهل حلويات وأشهر حلويات رمضان بطريقة سهلة وبسيطة. أي حد لسه لأول مرة بيعملها هيلاقيها معاه طريقة ناجحة وفي دقايق بتكون خلصانة. معانا النهاردة أول حاجة الكنافة بالكريمة أو القشطة، وهي يعني صنف رمضاني مشهور بيه وسهل جدا، وأي حد مبتدئ يقدر يعمله بمنتهى السهولة. هنعمل أول حاجة الشربات عندنا بيكون عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية ونص مية ورشة فانيليا. هنقلبهم مع بعض ونرفعهم على النار. بمجرد ما السكر يبدأ يختفي بنعصر نص ليمونة ونسيبه على النار لمدة 10 دقايق ونطفي عليه، وكده بيكون شربات الكنافة جاهز معانا. هو شربات بيكون وسط، مش تقيل ولا خفيف. احنا هنا ضفنا كوبايتين من السكر ومعاهم كوباية ونص من المية ومعاهم رشة فانيليا وذرة قرفة. القرفة هي نكهة خاصة ليا بحبها في الشربات بتاع الكنافة. هي ما بتكونش زهرة بس بتدي تيست مختلف، وانا دايما بجربها وبعملها وبحبها. دلوقتي خلاص معانا الشربات على النار، نبدأ نعمل الخطوة اللي بعد كده وهي خطوة سهلة برضو. احنا هنعمل القشطة معانا بتكون عبارة عن كوباية ونص من اللبن ومعاهم معلقة فانيليا ومعاهم علبة قشطة. هي القشطة بوك بالذات بتدي إضافة حلوة، بس اللي مش متاح عنده يقدر يحط القشطة البلدي اللي بتتباع سايبة عند أي سوبر ماركت، أو يقدر كمان يستعمل وش اللبن. كله بيدي نفس النتيجة، لكن البوك طبعا هي أفضل، ولكن كل واحد يحط المتاح عنده. في النهاية بتكون حلوة، يكفي ان هي عمايل ست البيت ويكفي ان انت عملتيها بطريقة حلوة لولادك. كمان معانا هنا معلقتين كبار من النشا. هنا اول حاجة بنحط كوباية اللبن ونحط معاها القشطة ونقلبها كويس ونحاول ندوب القشطة كويس في قلب اللبن ونضيف الفانيليا معاها. هنضيف النشا اللي دوبناها في قلب كوبايه اللبن ونبدا برضو نقلب على البارد، كله على البارد. دلوقتي بقى هرفعها على النار، وبعد ما ارفعها على النار طول ما هي على النار انا برضو ايدي تقليب مستمر لحد ما تمسك، وكده نبقى احنا حضرنا القشطه اللي احنا عاوزينها للكنافه. اهي خلاص بدات اهي تقلب معانا كده، خلاص هي ده القوام اللي احنا كنا محتاجينه. اهو نطفي عليها بقى ونسيبها تبرد ونعمل اخر خطوه مع بعض، الكنافه نفسها. معانا هنا هنبدأ بقى آخر حاجة هنعملها. احنا حضرنا الشربات وسيبناه يبرد، وحضرنا القشطة برضو وسيبناها تبرد. أول خطوة معايا هنا قالب مقاس 24 سنتي، هبطنه بالسمنة البلدي. دي أول خطوة وهحطه على جنب. بعد كده هبدأ أحضر الكنافة بتاعتي. الكنافة عندي نص كيلو كنافة رفيعة. في ممكن لو جبتيها يعني تخينة شوية اللي هي بتبقى من المخبز او من اي مكان، هي الكنافه البلدي بتاعتنا حطيها في الفريزر وقت كفايه عشان تكون سهله معاكي في الفرك. كوبايه سمنه بلدي، روح الكنافه هي السمنه البلدي. معلقتين سكر بودره، لان سكر البودره بيخليها تتكرمل ويديها لون من جوه جميل، مش تبقى ذهبي بس من بره، من جوه من بره. معايا الفانيليا، طبعا انا من عشاق الفانيليا في الكنافه، حطيتها في الشربات وحطيتها في القشطه وهحطها كمان في الكنافه نفسها. وطبعا دي بالنسبه للفانيليا هي حسب الرغبه. بالنسبه للسكر هي اضافه حلوه جدا هتخلي لك اللون زي ما قلت لكم متوحد من جوه. نبدا يلا نبطن القالب بتاعي، وهبدا احط كل المكونات دي وافركها كلها مع بعض. هنا القالب اهو بطنته كويس بالسمنه البلدي من كل النواحي. هنا خلاص نعمناها، انت بتنعميها حسب السمك اللي انت بتحبيه. انا ما بقاش بحبها ناعمه قوي، بحبها وسط. بعد كده هبدا احط السكر البودره. هنحط معلقتين كبار، ادي معلقه، اتنين، ما مش مفضل ان احنا نحط في المرحله دي السمنه. احنا الاول بس بنفرك الاول. هنا حطيت اللي هو الفانيليا، وحطينا كمان معلقتين السكر، وهبدا افركهم مع بعض كويس. هنضيف بعد كده السمنه البلدي. هنحط الاول 3/4 كوبايه اللي حاجه بسيطه ونفركها ونشوف هل هي تحتاج نكمل الكوبايه ولا لا. حطينا الجزء الاول من الكنافه وبدات اسويها زي ما انتم شايفين كده بهرسه البطاطس.
يعني بتسهل الدنيا جدا. طيب لو مش متاح عندك هرسة البطاطس، طبق عندك يكون حجمه اصغر من الصينيه هيظبط لك جدا جدا الحاجه. اهي بقت مضغوطه كويسه قوي. بعد كده هضغطها اكتر شويه واحط الطبقه بتاعه القشطه وارجع لكم. هنا زي ما انتوا شايفين انا حطيت خلاص القشطه وعليها طبقه من الكنافه، وبعد كده وزعت الكنافه كويس وضغطتها بالراحه كده علشان القشطه ما تطلعش من الجوانب. هندخلها فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 180 وننزل الشبكه على الصاج لمده 10 دقايق، وهوريها لكم بعد 10 دقايق هيكون شكلها ايه. زي ما احنا شايفين كده الحواف بقت لونها ذهبي. في حاجة من اتنين، يا اما بنقلب الصينية على صينية تانية ونقلبها بحيث ان هي تتحمر من تحت وفوق، لكن انا بصراحة بحب ان انا احمرها بالشواية عادي. خلاص احنا كده خلاص حمرناها. هنبدأ نسقيها بقى العسل. زي ما انتم شايفين العسل هو لا هو خفيف ولا تقيل. سقيناها كل العسل، هي اخدت كله. وده الشكل النهائي للكنافة بعد ما قلبناها. أتمنى تعجبكم، ولو عجبتكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتشجعونا، وشكرا ليكم.